صباح الخير حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير على خير. بلا شك عرفتوا هاد البلاصه ولاد عبد الله، يعني مكان ديال الرمان. تبارك الله، حنا لقينا بزاف ديال الخير. تبعوا الفيديو حتى الاخير. باكرين تبارك الله، عمرتي الكوفره باكرين. شتي عمرتي الكوفره اخويا. الكوفر تبارك الله، الخيرات ديال خيرات تبارك. بصراحه عمرنا الطوموبيل، نمشيو نتقاسموا مع العائله ومع الفامي والصحاب. رمان ديال ولاد عبد الله، الله يعطيك الخير السي حمزه. تبارك الله تبارك الله. خير خير الساعة هادي. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير السي حمزه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله الخير. ثاني كيكون مزيان. ضرب اخويا ضرب. تبارك الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله الخير تبارك الله. طبعا ما كاينش راه ما صبت السلام ما صبت العيش ما كاين طابع ياك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله الخير خير تبارك الله عندكم. تبارك الله. شوف الرمان شنو ندير هنا. تبارك تبارك جيتهم معمرين معمر. سير يسر يسر الله يعطيك الخير. الصندوق شحال تيهز كيلو 24 25 26. قولي بركه قولي بركه. الله يعطيك الخير، الله يسهل لك. تبارك الله. كيف ما كتشوفوا هنا خير تاع الرمان. ولاد عبد الله معروفه بالرمان. تبارك الله تبارك الله الخير. واخا عندهم يعني المشكل في السقا، كيطلق ليهم دابا لوفيس، هما مسمينو لوفيس، يعني الماء 2 مرات في الشهر. دابا ما طلقش ليهم، يعني كاين مشكل عندهم يعني في الماء. ولكن تبارك الله هادو حافرين يعني بير وكيسقيو بواحد الطريقه اللي مزيانه. حافرين بير يعني شي 350 متر، وكيطلع عليهم ماء سخون، ومديرين بحال التساريج حتى كيبرد ليهم الماء وكيسقيو به. ولكن راه زوين صراحه. الرمان هنا حلو تبارك الله. شوف الحلاوه كديره. تبارك الله خير. بالصحة والراحة. كي جاك الرمان هنايا؟ تبارك الله خير ياك؟ تبارك الله بصحتك. باكرين تبارك الله. عمرتي الكوفرة باكرين. شتي عمرتي الكوفرة اخويا. الكوفر تبارك الله، الخيرات ديال خيرات تبارك الله. حمزه يا واحد الامشاء. غادي نصاحب على حساب يسير اخويا. اللهم يسر ليك خويا. تبارك الله عليك. الكاميرا. تبارك الله. ها والله يدير فيها البركه. تبارك الله على سي حمزة. طرفك لينا انا سي شرقي، كي جاتك الاجواء هنايا؟ الاجواء بلادنا تبارك الله راه الخير فيها كثير. حاجه وحده اللي تنطلبوا الله سبحانه وتعالى وهو الامطار، حيت
صراحه الخيرات كثيره بزاف، ولكن كاين واحد النوع ديال الضرر بالنسبه للامطار اللي تعطلات بزاف بالنسبه لهذه السنه. تنعرفوا بان السنه اللي فاتت كذلك كانت سنه ديال الجفاف، وهذا الشيء لاحظناه لا في الرمان لا في الزيتون لا في بزاف ديال المنتوجات. يعني نطلبوا الله سبحانه وتعالى يغيثنا بالمطر. هاد المناطق ولفنا تنجيو لها دائما ناس ديال ولاد عبد الله، ناس ديال الكرم، ما تيتحاسبوش معنا، ما يعني واخا نعطيهم اللي عطينا ما غاديش نوفيهم حتى جزء من هاد الاتعاب اللي تيديروا. كيف تلاحظوا تبارك الله راه المنتوجات دابا كيفاش دايره هنا. شوف المنتوج تبارك الله، الرمان يعني من اجمل انواع الرمان في المغرب. وسمعت السي شرقي ان الرمان كيصدروه لايطاليا. بالفعل دابا اللي تبين لينا هو كيما هاد مثلا هاد العرصه هذه انه غادي يتم التصدير ديالها لايطاليا. والثمن الثمن تقريبا ب 10 دراهم للكيلو. تبارك الله. 10 دراهم للكيلو باش غيتم التصدير ديالها. وتعرفوا بان المنتوج اللي تيتصدر برا راه عنده معايير ومقاييس خاصه به، راه ماشي اي منتوج تيمشي لبرا. يعني راه كيف تيقولوا راه غادي يتقلب رمانه برمانه. ايوا كيف تيقولوا المغاربه نطردقوا ديك الرمانه، اما يلقاو رمانه مقاده زوينه اما يلقاوها ما مزيانين. ايوا بالاضافه لذلك تيبيعوا كذلك السوق الداخليه بالنسبه للمغاربه اللي تيحتاجوا هذا الرمان، اما تيجي يشريوه من هنا الناس او انهم تيديوه لبعض الاسواق القريبه، خاصه بني ملال ولا في قيم صالح ولا خريبكا ولا الدار البيضاء كاع تيقدروا يديروا. وبالنسبه للثمن في الاسواق شنو الراي ديالك؟ بالنسبه للثمن هنايا راه بان لي ثمن كيف قلت راه ثمن ممتاز جدا. يعني الصندوق تقريبا حمزه شحال الصندوق تيكون فيه؟ حمزه لان الصندوق تقريبا تيوصل حتى 24 25 26 كيلو ب 150 درهم للصندوق. يعني راه قسمنا 150 درهم على 25 كيلو، راه ثمن ممتاز جدا. ماشي هذا الثمن ما غاديش تلقاه في السوق بهذه الجوده وبهذا المنتوج جيد جدا. وكيف قلت لك بان كل سنه المؤلفين تنجيو لهنايا صراحه الناس دراوش ولا عمرها دار تيتعاملوا معنا مزيان، ما تنتعاملوا معنا حنا بزاف. تبارك الله كي داير هذا الشيء تبارك الله. عمرنا واحد شنو نبيعوا فيهم انا هذيك واخا سي حمزه سير نقلبوا الطوموبيل ونمشيو حالنا. اجواء زوينه هنا صراحه. ترى السكن ديال العامرين يعمروهم بالماء.